أخبار جديدة وسارة لكل جمهور النادي الأهلي من على لسان مهاجم الأهلي المنتظر. وبعد رحيل جوسوالدو فيريرا، أحمد فتوح يعلن الحرب على مرتضى منصور. حلقة جديدة ومعلومات جديدة مع برنامجكم أسرار وأخبار. يمكن الفترة اللي احنا فيها دي ومع اقتراب كأس العالم للأندية كل جمهور النادي الأهلي منتظر الإعلان الرسمي عن صفقة مهاجم الأهلي الجديد. جمهور النادي الأهلي متشوق لسماع خبر مهاجم النادي الأهلي الجديد. مارسيل كولر قبل كده ساب للنادي الأهلي أو لإدارة النادي الأهلي حلين مهمين جدا جدا، يا إما التعاقد مع جاكسون مولي كلاعب بشكتاش التركي، يا إما التعاقد مع جوستافو سوزا لاعب هيونداي الكوري الجنوبي. إدارة النادي الأهلي فشلت في التعاقد مع جاكسون موليكا ومع نادي بشكتاش التركي بسبب عدم رغبة اللاعب القدوم للنادي الأهلي على سبيل الإعارة. اللاعب كان عاوز يجي كبيع نهائي ورفض تماما إن هو يجي النادي الأهلي على سبيل الإعارة. من هنا اتحركت إدارة النادي الأهلي وتحديدا كابتن أمير توفيق في تكثيف المفاوضات مع جوستافو سوزا لاعب هيونداي الكوري الجنوبي. ووكيل اللاعب في تصريحات صحفية منذ قليل، صحفية عالمية كمان، قال ان المفاوضات مع النادي الاهلي خلاص يعني في مراحل متقدمة جدا جدا وشبه حسمت الصفقة، خلاص شبه حسمت للنادي الاهلي. وقال كمان ان جوستافو سوزا رحب جدا جدا باللعب للنادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي من احد اهم الاندية في الوطن العربي، وتاريخيا النادي الاهلي معروف لكل بلاد العالم. النادي الاهلي هيشارك في كأس العالم للأندية، نادي يمتلك بطولات كبيرة جدا جدا كبطولات محلية وإفريقية وعالمية. فجوستافو سوزا مرحب جدا بالانتقال للنادي الأهلي ووصف النادي الأهلي بملك أفريقيا. إذن حسب كلام وكيل اللاعب جوستافو سوزا النادي الأهلي خلاص شبه حسم صفقة اللاعب، والإعلان الرسمي خلاص ممكن يعني يكون بعد ساعات من دلوقتي، ممكن يكون النهاردة بالليل، ممكن يكون بكرة. المهم ان اللاعب يعني ووكيله اعلنوا ان المفاوضات خلاص اقتربت من الحسم للنادي الأهلي. تعال بقى نطير ونروح لنادي الزمالك. بعد رحيل فيريرا، أحمد فتوح يعني غضب وزعل بسبب رحيل فيريرا، وعبر عن غضبه ده بتغيير صورة ملفه الشخصي عبر حسابه على الانستجرام وحط صورة فيريرا. فهنا أمير مرتضى منصور خد تعليمات بالتواصل مع أحمد فتوح مباشرة واتصل بيه، والكلام ده عرفناه من مصادر مقربة جدا جدا من اللاعب، وقال له لازم تشيل صورة فيريرا من على ملفك الشخصي، لازم تستأذن قبل ما تعمل حاجة زي كده. أحمد فتوح اتكلم مع أمير مرتضى منصور بحدة كبيرة جدا جدا وقال أنا أعمل اللي أنا عايزه، ده البروفايل بتاعي أنا مش بتاعك أنت ولا بتاع نادي الزمالك. كفاية اللي أبوك عمله فيا، كفاية أن أنا بقالي أكتر من 3 مباريات خارج القايمة وخارج التشكيل بسبب تصريحات مرتضى منصور. أحمد فتوح قال لأمير مرتضى منصور أنا لو حد اتكلم معايا تاني أو حد عمل معايا مشاكل تاني أنا مش هسكت، النادي الأهلي عاوزني، وأنا عرضت نفسي قبل كده على النادي الأهلي، ولكن بعد كلام والدي أنا أجلت الكلام لشهر 7 القادم، فمحدش يتكلم معايا ومحدش يقول لي أشيل صورة مين وأحط صورة مين. هنا أحمد فتوح بيعلن حرب على مرتضى منصور وعلى أمير مرتضى منصور، واللاعب خلاص كده قاب قوسين أو أدنى عن الرحيل عن نادي الزمالك في الأيام القادمة. في النهاية أنا بشكركم شكرا جزيلا، دي كانت أخبار سريعة وحلقة سريعة، وإن شاء الله لينا لقاء في حلقات قادمة بإذن الله.